حياتك مسلسل طويل وانت هو البطل اللي في كل حلقه بغيتي ولا كرهتي غتاخذ قرارات غترسم فيها فين وكيفاش غادي هاد القصه. ولكن واش عمرك سولتي راسك على الحلقه الاخرى كيفاش غتكون، كيفاش غيسالي هاد المسلسل اللي غيتفضوا وغيخرج الجمهور وغتبقى غير انت والذكريات انت والنوستالجيا؟ واش غتندم ولا غتكون فرحان بالقصه اللي كتبتي؟ بروني واير كاتبه وممرضه في العنايه التلطيفيه، يعني انفيرميير في لي سوان بالياتيف، عاشت حياتها كامله وهي كتشوف المرضى كيفاش كيساليو حياتهم، يا اما باسباب امراض خطيره غير قابله للعلاج او بالشيخوخه. وكتبت واحد الكتاب اللي سماته The Top 5 Regrets of the Dying، او اهم 5 الاشياء اللي كيندم عليها الانسان ملي كيموت، اللي لخصت فيه بزاف ديال اللقاءات اللي جمعوها مع المرضى ديالها وهما كيعيشوا اخر لحظات ديال حياتهم، وخرجت ب5 ديال الحوايج اللي كيندموا عليها كاملين. اول حاجه اللي كيندموا عليها هي انهم ما كانوش على طبيعتهم، ما كانوش في المعدن ديالهم، يعني ما كانوش كيديروا الحوايج من قلبهم، يعني ما كانوش اوثنتيك، كانوا غير كيمثلوا باش يشبهوا الناس ويحترموهم الناس وما يهضروش فيهم الناس، كانوا كيخسروا فلوسهم على شي حوايج ما عندهم ما يديروا بهم باش يهتموا بهم ناس اصلا هما ما كيحملوهمش. الحاجه الثانيه كتلخصها هذه الجمله: تمنيت لو ما كنتش هلكت راسي في الخدمه بحال هكا، اللي قالوها بزاف ديال المرضى. هاد النويطه بالضبط ما متناسقاش مع داكشي اللي تربينا عليه ديال خدم يا صغري الكبري وخدم يا كبري القبري، ولكن مش من كبر هذا اللي غتوصل ليه وانت هالك صحتك ما وصلتي ليه حتى جاك الطونسيون السكر والقلق المزمن وبزاف ديال الاضطرابات النفسيه. هلكتي راسك حيت كنتي ديما هارب من راسك وكدير سبب الخدمه والنجاح المادي. كي غيكون هذا الكبر اللي غتعيش فيه اخيرا داكشي اللي اجلتي عليه حياتك كامله، انت كتجري مر العاقه وشي احلام هما اصلا ماشي ديالك ولكن تبعتيهم حيت هما الاحلام ديال كلشي. شحال من مره ما قدرتيش تكون مع ولادك ووالديك بسبب الخدمه، وشحال من مغامره او تجربه او سفر زقلتي بسبب انك ملهي في الخدمه، وشحال من مره قلتي لراسك باقي مات الله طويله، حتى كتلقى الولاد كبروا والوالدين ماتوا وحتى انت تبدلتي حيت هلكاتك الدنيا وهلكك الجرا. الحاجه الثالثه اللي كيندموا عليها هي انهم ما كانش عندهم الشجاعه والجرأه باش يعبروا على المشاعر ديالهم مع احبابهم. فاش كنكونوا صغار كيتقال لينا انت راجل ما خاصكش تبكي، اذا بكيتي غيضحكوا عليك، وهادو غير قميعات من بزاف ديال القمع اللي كيرسخوا فينا ان التعبير العفوي على المشاعر هو دليل ديال الضعف. كبرنا ما فاهمينش ان الحوار الفعال effective communication ديال المهارات ديالو شبه منعدمه في المجتمع ديالنا، جزء كبير منه كيتجلى في كيفاش نشاركوا مع الناس الاحاسيس ديالنا. الحاجه الرابعه اللي كيندموا عليها هي انهم قطعوا العلاقات مع اصحابهم وحبابهم. بلا ما نفكركم باطول دراسه في العالم اللي دارت على السعاده اللي دارتها هارفارد ستادي في ادلت ديفلوبمنت واللي دامت 80 عام باش تخرج بواحد الخلاصه ما فيهاش شك بان العلاقات ديال بصح، يعني العلاقات العميقه والقويه، واخا تكون غير مع انسان واحد، هو محدد اساسي في السعاده والصحه النفسيه على المدى الطويل ديال الانسان. اخر حاجه اللي كيندموا عليها هي انهم بقاو واحلين في الماضي والظروف. هذا الندم هذا كيجي ديما معطل، حتى كيفهم الانسان بان الظروف ديما غتكون وغتبدل وغتحور وما عمر غيكون الكمال، والواحد كيطيح في الفخ ديال انه خصو يغير الظروف ديالو باش يكون فرحان. وفي الحقيقه اللي خصو يدير هو انه خصو يكون فرحان باش الظروف ديالو تغير، باش ما يدوش حياته هو كيعلق اي حاجه على شي شمس العشيه وقعت ليه او على شي ظرف من الظروف. ملي ساليت هذا الكتاب هذا قلت ضروري خصني نبارطاجي هادشي اللي فيه، انه عجبني بزاف، اللي يقدر يقراه مزيان واللي ما قدرش يحاول يعيش بهادشي اللي قلت لكم اليوم باش ما يندمش غدا.